مساء الخير. ملأت المملكة اليوم فراغ الدولة برجل من رتبة أمير، هو عبد المحسن لآل سعود، متحصنا بلقبه. ضبط في مطار بيروت متلبسا بتهريبة العصر، والتهريبة ليست أثاثا منزليا ولا قطعا أثرية، بل أثاث دماغي ينهى عن المعروف ويستحضر المنكر. هي عاصفة حزم الحقائب المخدرة. طنان من حبوب الكبتاغون قدرت قيمتها ب250 مليون دولار، وإذا ما قرشت بالعملة السعودية يصل الحساب إلى أكثر من 900 مليون ريال. طنان من الممنوعات معلبة كالحقائب الدبلوماسية، ممهورة بالخاص وعلى الطرود شعار المملكة. السفير السعودي اتصل بالمعنيين مستفسرا ولاذ بصمت لا كلام حوله ولا قوة. في الشكل يسجل للعين الأمنية وقوى الأمن تحديدا صيدها الثمين، وللقاضي دانش ربية استجواب جريء عابر للأمراء، بحيث أظهر المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان أن في هذا الجسم القضائي فئة لا ترتضي بدور شرابة الخرج لدى السلطة السياسية. وفي المضمون وجهة التخدير كانت لمملكة تحكم في هذه الجرائم بحد السيف، وتنزل حكمها المبرم بقطع الرأس بحق متعاطيها ومروجها والمتاجر بها. في أكبر عملية إحباط لمحاولة تهريب مخدرات عبر مطار بيروت، تمكنت قوى الأمن الداخلي في المطار من ضبط 24 طردا و6 حقائب كبيرة معبأة بحبوب الكبتاغون تعود إلى الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد آل سعود و4 مرافقين يحملون الجنسية السعودية كانوا برفقته. وقد قدرت البضائع بنحو طنين، وهي عبارة عن نحو 12 مليون حبة، وتقدر قيمتها المالية بأكثر من 250 مليون دولار أمريكي. وبعد ضبط البضائع استجوب الموقوفين الخمسة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي دانش ربية في حرم المطار، وثم أحالهم إلى مكتب مكافحة المخدرات. وبحسب معلومات الجديد فإن الأمير نفى التهم الموجهة إليه، وحاول رمي كورتها إلى مرافقه المدعو يحيى الشمري، لكن المرافق أعاد التهمة إلى أميره وردد عبارة كذاب أكثر من مرة. وسعى الأمير إلى التهرب من المخدرات عبر قوله إنه كان ينقل بعض الأثارات والتحف الأنتيك. وفي المعلومات أن الأمير بدا متلعثما ورشح أن يكون قد تناول حبوبا مخدرة. وشرحت مصادر من قلب المطار كيف وصل الأمير في قرابة 1 من بعد منتصف ليل الأحد الاثنين إلى مطار رفيق الحريري، وكان لا يقيم وزنا لأي إجراءات تفتيش أو رجال أمن. ولما أوقفه رقيب أول في قوى الأمن حاول مواجهته ونهره قائلا له: ألا تدرك أنك تفتش أغراضا ملكية؟ وقد أكدت مصادر الجديد أنه لم يمارس أي ضغط على القضاء أو على الأجهزة الأمنية للفلفة الموضوع، وأن السفارة السعودية في لبنان اتصلت ببعض المعنيين في الملف للاستفسار والوقوف على حقيقة ما جرى. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحبوب كانت ستنقل بواسطة طائرة خاصة أقلت الأمير والوفد المرافق إلى بيروت، وكانت ستقلهم مع البضائع إلى المملكة العربية السعودية. وبعد الفراغ من التحقيقات الأولية وإحالة الموقوفين والمضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات، بدأ التوسع في التحقيق بشكل كامل وجاد على أن يتخذ المقتضى القانوني بالموقوفين بعد الفراغ من جميع التحقيقات بإشراف القضاء المختص.